مصطفى مشير. الشرطه لو ما خدش باله الزمالك ممكن انه يجيب اهداف، لان بدا يبقى فيه خطوره على طول. تتلعب الكره اماميه هناك وتصليحه لشيكابالا وداخل شيكابالا وهدف. لسه بقول لحضراتكم لو الشرطه ما خدتش بالها، الشكل العام بتاع المباراه بيقول كده، الشكل العام بيقول كده، لان الشرطه بتلعب بطريقه مش خايفه، والشرطه لازم تخاف، لازم تقفل، لازم خطوطها تبقى متقاربه، لازم الرزاله بتاعتها تبقى موجوده. انما الشرطه ما فيهاش رزاله وبتلعب فاتحه، وبالتالي كان العقاب ان في الدقيقه 37 شيكابالا ينقض على الكوره ويحطها على شمال حنفي، على شمال خلف في الدقيقه 37 من الشوط الاول. 1 الزمالك لا شيء الشرطه. وادي شيكابالا لازال بيقول انا الاوحد اهو. بص جعفر عمل له حلو قوي، هو دخل كويس قوي. بص التصرف تحت ضغط، جميله جميله. الكلام ده طبعا شيخ طه يفهمه هو وزكريا وخالد. التصرف تحت ضغط، بص ضغط 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 وهدف. شفنا بتروجيت تحت ضغط بتضيع فرص، شفنا الاهلي تحت ضغط بيضيع فرص، انما شيكابالا تحت ضغط سيطر ودخل بقوه وحط هدف. اللي كان بره بقى بينفخ في سجاره، مش عاجبه اداء الزمالك.